نكمل يا شباب بارت 2 من المراجعة بتاعة البنك بتاع الأسئلة ده. الأسئلة دي مهمة للغاية، جاي منها كتير. طيب كنا وصلنا لحد السؤال رقم 31، بيقولك which of the following isn't link من التشين بتاع الانفكشن. طيب سلسلة الانفكشن دي والله جايلك بكرة في الامتحان كمان مرة، والله سلسلة الانفكشن جاية بكرة في الامتحان. السلسلة مشروحة في كل الفيديوز اللي انا بعتلك على الجروب، انا كنت هعيدها تاني بس هي مشروحة في الفيديوز. لو انت مثلا فاهم كل المحاضرة والانفكشن كنترول فاهمها كلها، ادخل. في ناس سألتني على السلسلة دي عايزاها، هتدخل تشوف السلسلة دي مشروحة في الدقيقة كام بالظبط، وتسمعها في دقيقتين 3 كده وتطلع، لان عليها اسئلة كتير بكرة في الامتحان. اللهم بلغت بقى. طيب السؤال بيقولك ايه اللي مش من هنا، مش رابط مش رابط في السلسلة دي. البورتال بتاع الانتري ده طريقة الدخول، والبورتال بتاع الاكزيت ده طريقة الخروج، فدول رابط. والباثوجين ده الكائن نفسه اللي بيدخل، فده برضو رابط. ايه اللي مش رابط؟ الريسبيتاكل. عارفين يعني ايه ريسبيتاكل اصلا؟ معناها وعاء، فمش رابط خالص، يعني مش ملوش علاقة اصلا بالانفكشن ولا باي حاجة. تمام كده؟ ده بالنسبة للسؤال ده حلو قوي. رقم 32 بيقولك what is the most effective way، ايه الطريقة الفعالة اللي هتساعدنا ان احنا نبريفنت ونمنع سبريد الاورجانيزمز. اكيد طبعا بصوا الاسترايل تكنيك ده مش بريفنت للسبريد الاورجانيزمز، هو كده بيمنع، بس ده حاجة عالية قوي. ده سترايل تكنيك تعقيم بقى وكده. استخدامك للالترا، طبعا استخدامك للاشعه فوق البنفسجيه والكلام ايه العلاقه. ازاله النورمال فلورا برضو لا. فالاجابه الصح هنا الهاند هايجين، هي دي اللي بتساعدك ان انت تمنع انتشار مين؟ الاورجانيزمز. تمام كده؟ تمام. 33 بيقول لك when الاورجانيزم become attached to dust، لما يا شباب الكائن الممرض عند الاورجانيزم بيصبح ان هو متصل بجزيئات التراب، ده بعتبره ايه كده؟ متصل بمين؟ بالدست بارتيكل. هنا الاجابه في ان هو ملتحق بالدست. طبعا ده مش دايركت روت، اصل ده هو اصلا انا لسه هلمس الدست، فركز معايا قوي. فانا لسه هلمسه، لا ده الاورجانيزم في الدست نفسه، فده مش دايركت. دايركت ده لو انا سلمت عليك نفسك انت، ده اسمه دايركت روت. دوربلت ده لو كترات رصاص، لو شخص بيعطس، شخص مش عارفه ايه، ده دوربلت. انتري روت طبعا ده طريقه الدخول، فملهاش اي علاقه. رقم دي اصلا مش اجابه خالص. لكن اير بورن روت هنا لما هو متعلق في جزيئات التراب، فهتبدا الجزيئات دي تطير، فهتبقى محموله جوا على حسب حجم التراب زي ما احنا متكلمين قبل كده في الفيديوز. فده ايه؟ ده الاجابه الصح تبقى الاير بورن روت. فهمتوا الاجابه؟ سؤال حلو قوي. مش دايركت يا شباب. والدوربلت ده لما يكون الشخص بيعطس، سنيز، بيكح، مش عارفه كف، الكلام ده هيطلع منه قطرات رصاص فيها الديسيز او فيها المرض او الاورجانيزم ده. تمام. رقم 34 البيشنت از بليزد ان ايزوليشن، كده البيشنت في عزله، نعرف ان هو في انفكشن معينه. انا بقى عشان بقول لك ايه التكنيكس خلاص اللي هيبريك بيه السلسله دي، هتدخل بايه؟ انترفيرنج وذ ايه ايجنت. ده العامل استثبتها بالهوست، ده الشخص اللي هو انا شاكه ان هو يبقى عنده المرض، الشخص اللي بيكون مثلا مناعته ضعيفه، الشخص اللي كذا. هتلاقوني برضو شرحه استثبتها بالهوست بطريقه كويسه جدا في الفيديوز. البورتال بتاع الطريق الانتري، طريقه الدخول ايه علاقتها؟ انا عايزه اكسر السلسله، فده هكسرها. هو كده البيشنت في عزله، فانا كبريك عشان اكسر الانفكشن دي، الانترفيرنج التدخل بتاعي هيكون من خلال مين؟ طريقه النقل. هشوف هو بيتنقل ازاي وابدا اكسر من هنا. لكن الايجنت هو العامل ده بينتقل، مش طريقه، مش حاجه اصلا. استثبتها بالهوست برضو ايه العلاقه؟ لكن انا هكسر من عند مين؟ من عند طريقه الترانسميشن مود نفسها. لكن البورتال انتري لا برضو. فركز عشان هنا سي ودي قريبين قوي. تمام. طيب 35 بيقول لك ان ده سيتويشن في حد معين ميرس كذا سفر فروم هاي بادي تمبريتشر، درجه حراره عاليه، وده بسبب ان هو عنده انفكشن ما. تمام. النيرس بقى شود بي اوير، لازم تكون ايه؟ مدركه ان هنا التشين بتاعت الانفكشن عشان نكسرها السلسله دي، عشان نكسرها منشن وان اوف ايه اوف ايتم اوف التشين. عايزك تذكر واحده من الحاجات اللي ممكن نكسر من خلالها. طريقه الخروج نكسر من خلالها. لكن ايه الميديكال اسيبسيس ده؟ ملوش علاقه اصلا. ايه الباثوجين؟ ايه السيرجيكال اسيبسيس؟ ملهمش علاقه. سؤال دايركت جدا مش محتاج اي شرح. 35 36 بيقول لك ايه الريسك فاكتور ل ان ذا ديفلوبمنت نوزوكيميال انفكشن. مين الريسك فاكتور؟ طبعا بص السترلايزيشن ده تعقيم. الريسيرفوار ده المخزون، الحاجه اللي فيها الديسيز او الريسيرفوار بتاع الحاجه دي. والبورتال انتري ده طريقه الايه؟ الدخول. هو بيقول لك مين الريسك فاكتور ان يجيله مين؟ نوزوكيميال انفكشن. اكيد الانفيرمنت اللي هيبقى في البيئه دي. خلاص.
تمام. طيب ايه الكوزس بتاع النوزوكوميال، ايه الاسباب اللي تخلي في عدوى المستشفيات؟ البيشنت دايت ممكن مثلا هو من خلال النظام الغذائي اللي ماشي عليه، ايه العلاقه؟ لا. الانفايرمنت مصدق ممكن سبب، بس ثواني بس عشان تفهم السؤال كويس. الدقيقه للروتين وورك يوميا انا بعمل روتين معين، ايه العلاقه برضو؟ لكن الريسبيراتوري تراكت هو ممكن النوزوكوميال انفكشن تجيلك من خلال الجهاز التنفسي، فده هو سبب. فهمت ازاي؟ من خلاله اقصد، هو السؤال معناه كده، ده الريسبيراتوري تراكت. طيب 38 بيقول لك اي من الاتي، برضو سؤال 37 ده يا شباب ركزوا فيه عشان حلو حلو قوي. 38 اي من الاتي بيكون السايت للنوزوكوميال، اهو لسه بقول لك المكان نفسه. فالمكان نفسه هنا ممكن يدخلك عن طريق الدم اللي هو البلاد ستريم، ممكن يجيلك عن طريق الجهاز التنفسي، ممكن يجيلك عن طريق مثلا الجهاز مثلا ايه اليورينري، الجهاز البولي، وهكذا بقى. خلاص. طيب انا دلوقتي رقم 38 برضو حلو، بيجي عن طريق الايه الدم. لكن البيئه ازاي؟ الجاسترونتستينال تراكت او الجهاز الهضمي ازاي برضو؟ لكن هو من خلال الايه البلاد ستريم، ده انسب حاجه. البيد ميكنج اللي هو وضع السرير ملهاش علاقه. طيب بعد كده بقى سؤال الليستنج يا شباب، ده هيجي لكم واحد من الاثنين دول او حاجه زي كده شباب كده. ممكن يقول لك هو بيقول لك هنا سكور لايه 4 من السلسله بتاعه العدوى. طبعا هتسكور له بقى الانفكشوس ايجنت العامل المعدي نفسه، السبيتابل هوست، الريسيرفوار اللي هو المخزون اللي بيكون فيه جواه العدوى، البورتال اكزيت طريقه الخروج، كتير بقى كتير، طريقه الدخول وهكذا، المود بتاع الترانسميشن. لكن بيقول لك هنا سكور لي 4 من النزل من المكان اللي بيحصل فيه النوزوكوميال انفكشن. انا لسه قايلهم لك فوق، الجهاز التنفسي معاك ده مكان، ده سايت يبقى فيه عدوى مستشفيات من خلاله. اليورينري تراكت، الجهاز البولي، البلاد ستريم، الدم، السيرجيكال والتروماتيك ووند، لو الجرح مثلا بقى سيرجيكال او ايه في جرح مثلا معين او تروما خبطه مش عارفه ايه، كل الكلام ده حلو قوي. السؤال بتاع السايت بتاع النوزوكوميال انفكشن حلو قوي، مهم جدا. خلاص خلصناه. هجيب لكم بس الملف التاني اللي معاه فيه اسئله، هو الاسئله اللي معاه الفيتال ساينس كلها، بس انتوا داخل لكم من الفيتال ساينس الحراره بس. هحل معاكم بتاع 5 6 كده ويبقى كده ايه خلصنا البارت 2 من المراجعه، عشان اسيبكم تسمعوا الفيديوز براحتكم، واشتقلت عليكم النهارده. خلاص الناس تلتزم وتحاول. في ناس بتكلمني وتقول لي يا دكتور انا والله ما فتحتش اي كتاب لحد ما انت لسه واعته دلوقتي فتحت نفسي وقلت لي يعني شجعتني ان انا ابدا، بس برضو انا لسه محتار هبدا منين واعمل ايه وانا ما فتحتش اي حاجه وانا ابيض مش عارف اي حاجه. تمام معاك في كل ده، ابدا امشي ورايا. نزلت لك كام فيديو، شوف فيديو واحد منهم تسمع له النظري هتفهم منه المحاضره او بتاع الانفكشن. طب فهمتها وحفظتها هتدخل تسمع فيديوهين الاسئله دول، هتحلوا الاسئله دول صم معايا وانت يعني هو شرح لك انت فهمت السؤال. اوريدي كنت سامع فيديو ليه تفسير في النظري لما كنت شرحها في فيديو تفصيلي، فكده سمعت الاثنين هتلاقي المعلومه ثبتت. هيبقى لسه معاك كمان ساعه ولا ساعتين انت بقى تذاكر بطريقتك تاني. يعني انا دلوقتي اسمع بس الحاجات دي معايا، خلصتها معاك وقت شوف انت عايز تعمل ايه تاني واعمله. بس لو دخلت بدول انا بضمن لك انك هتجيب يعني يكاد يكون انك هتقفل حتى لو انت ما فتحتش. خلاص حتى لو انت ما ذاكرتش اي حاجه من طول السنه من طول الترم. اي حد عنده اي استفسار يبعت لي انا معاكم. هنا يا شباب الاسئله اللي جايه بتاع الفيتال ساينس احنا هنحل بس الاسئله اللي خاصه بدرجه الحراره علشان ده اللي داخل معاكم في الامتحان بكره. اول سؤال عندنا رقم 3 بيقول لك الهايبر باركسيا. حلو قوي، سؤال حلو قوي بجد. ده بيكون اكستريملي هاي بادي تمبريتشر، صح؟ ده اعلى درجه حراره اللي بتوصل ل 41. خلاص حلو السؤال ده يا شباب، مهم جدا للامتحان. تاني سؤال بقى عندنا، تاني سؤال يا شباب سؤال حلو قوي للغايه، رقم 4 هنا في الاختياري بيقول لك ان الريجوليتور بادي تمبريتشر مين المنظم لدرجه حراره. دي هتلاقوني قايلها برده في الفيديو نصا كده، الفيديو اللي انا بعته لكم بتاع حلو قوي يا شباب بامانه. السؤال ده خطير. الهايبوثالاموس طبعا منطقه تحت المهاد كده هي المسؤوله عن الريجوليتور لايه لدرجه الحراره. خلاص عندنا كمان بيقولك السيرفيس، سؤال برضو رقم 5 ده مهم جدا. السطح والكور بادي الكور في ذا بادي ايه بقى؟ طبعا الحاجه اللي درجه الحراره الاساسيه او درجه حراره السطح هي ده التمبريتشر، ده كديفينيشن حلو جدا. خلاص هنا رقم 7 الكونستانت ده كان تعريف ايه؟ هتلاقوها موجوده عندكم نصا. ده تعريف الفيفر، خلي بالك ده تعريف الفيفر مهم جدا. سؤال 7 ده جاي في الامتحان حلو قوي. هنا برضو رقم 9 بيقول لك وين البادي تمبريتشر لما بتبقى اقل من 93. خلي بالك فهرنايت مش جايبها لك بدرجات، هنا 93.2 فهرنايت. شوف بقى بتعادل كام في الدرجات، هتطلع لك ان هي المفروض كده ان الشخص بيعاني من اكستريم هايبوثيرميا مش هايبر، كده درجه الحراره قليله لانها 93 فهرنايت بالفهرنايت مش بالسيليزيوس. خلاص
لما تكون بقى ب105 برضو، لو 105 فهنا الشخص هتلاقي هايبرثيرميا. خلاص اكستريملي هايبرثيرميا. حلوين قوي. 9 و10 دول جاي لكم منهم بكره سؤال. لازم تبقى عارف درجه الحراره بالفahrenheit وبالسيليزيوس. عندنا برضو يا شباب سؤال 13 هنا حلو قوي قوي قوي. بيقول لك ايه بقى؟ اي من الاتي بيكون ستيتمنتس او جمل عن الفيفر بس نوت ترو، وركز في نوت قوي. ايه اللي مش صح؟ الفيفر دي علامه بتدل على ان الشخص ده النس، طبعا صح. الشخص ده مريض، صح. ده بيكون سيم از البايركسي او الهايبرثيرميا، صح. ما الفيفر فعلا بتساوي الهايبر بايركسي او بتساوي الهايبرثيرميا، معناها ان درجه حراره عاليه، صح. ريفلكتد من خلال انكريز او زياده البادي تمبريتشر، صح. هي بتقول ان كده درجه حراره عاليه، لكن it doesn't anything to defend the body، طبعا غلط. يعني هي مش اي حاجه تقول لك ان في مشكله في الجسم او كده، غلط. فهنا نفالك. عارف لو حشت النط دي يبقى السؤال صح برضو. شباب سؤال 13 ده مهم حلو قوي للفيفر. بعد كده بقى بيقولك من 96 ل 99 فahrenheit، برضو بالفahrenheit مش سيليزيوس. ركز قوي على الوحده يا شباب، ركز عشان انتوا عيبكم في الامتحان اشوفها كده خلاص ده لا يعني ده حتى التسعينات هيبقى فahrenheit على طول. ركزوا في القراءه كويس، اقرأ السؤال للاخر، اكتسبوا مني مهارات الحل. خلاص. فده بيكون ايه؟ ده بيكون النورمال بادي تمبريتشر رينج من الايجيبت جروب. ايه بقى؟ طبعا ده اي نوع من الاعمار دي هيكون ده درجه حراره ليه كنورمال، ما قالناش ابنورمال، نورمال. يبقى ده للتودلر الطفل اللي لسه بيحبو، ولا الادولسنت اللي هو طفل لسه مراهق، ولا نيونيت طفل حديث الولاده، ولا ميدل ادلت. لو حسبتها بالسيليزيوس هتعرفوا ان ده الميدل ادلت، شخص كده بالغ لسه شاب كده في عمره. خلاص. فالسؤال ده برضو حلو يعني لافف لو عايز يصعب عليك. برضو السؤال ده ايه التايم من الوقت اللي بيبقى فيه lowest temperature. القراءة بتاعت درجة الحرارة عندي هي هتبقى نورمال طبيعي، بس هو في الوقت ده طبعا كلنا بنبقى درجة حرارة جسمنا بتبقى منخفضة شوية، بتبقى لويست. اقل درجة حرارة في اليوم هو من 4 ل6 صباحا. عارف انت هو الجو اصلا اوريدي كده برد، فانت جسمك مكتسب درجة حرارة البيئة. يعني هو الجسم الساعة 4 صباحا دي عايزه يبقى ايه لحد 6 كده، فبيبقى درجة الحرارة اوريدي ايه لويست. امتى تبقى هايست بقى؟ السؤال اهو عشان تعرف 15 و16 مهمين. هايست بقى الساعة 8 لحد ميد نايت كده عند نص الليل والظهر. خلاص. عندنا كمان ركز بس في حاجة عشان اقولها لك، ركز هي اي ام ولا بي ام، لان عندك من 4 ل6 بي ام كده ايه مساء، لكن 4 ل6 صباحا لا نعرف ميد نايت وهكذا بقى. خلاص. نركز قوي. عندنا في ايه في حاجات تانية. رقم 17 بيقولك ده بقى situation student nurse taking care of the patient، بتعتني بالمريض with an abnormal body temperature، درجة الحرارة ايه مش مظبوطة، بتحتاج more training when ايه he or she does what. امتى بقى اللي محتاج ان هي training؟ امتى؟ لما هي هتديسكارج البيشنت from drinking fluids to avoid excessive activity. هي مش ديسكارج، ما هشجعش البيشنت، درجة حرارة البيشنت دلوقتي ايه المفروض ان هي غير طبيعية، فهل انا دلوقتي مش هشجع البيشنت ان هو يشرب فلودز عشان اتجنب الاكسسيف اكتيفيتي؟ ده انت غلط، انت كده جايب السؤال غلط. انت بتقول ديسكارج مش انكارج، انا مش بشجعه، المفروض ان انا انكارج ليه ان هو يشرب سوائل والكلام ده. طيب تمام كده. تاني واحدة غلط، كفر البيشنت، هغطي يعني هو جسمه اوريدي درجة الحرارة بتاعته عالية مثلا، هغطيه ببلانكت وهعمل كلوز للدور والويندوز، ده يعني برفع درجة الحرارة زيادة. طب ازاي؟ رقم 3 او رقم دي بقى اخر واحدة further assist for possible site of localized infection، هشوف ان ده ممكن يكون مكان للانفكشن. كلهم اجابات غلط. لكن تعال نشوف اول واحده كده، بيقول لك مونيتور للبيشنت تمبريتشر. انا طبعا هو درجه حرارته ايه ابنورمال، فالمفروض اللي انا هعمله ان انا كل 4 ساعات، وده السؤال حلو قوي، على الاقل at least ايه every 4 hours، كل 4 ساعات يا دكاتره نشوف درجه الحراره. تمام. يعني ده سؤال حلو بامانه. كل 4 ساعات المفروض ان انا اشوف درجه حراره، طب بتحسن، طب بتعلى معايا، بتزيد، بتقل، وهكذا. طيب ايه تاني؟ طبعا هنا بيقول لك ان برضو هنا بيقول لك وين اوبتيننج، لما هتحصل على الاورال لما اجي اقيس درجه الحراره ايه اورال من الماوس، ما احنا عندنا اكسيلاري تحت الابط خلاص، وعندنا ريكتال من الريكتال خلاص، لكن انا لما اقيس من الاورال المفروض ان انا بسال البيشنت ان هو يفتح الماوس وبشكل جينتلي بانزرت الترمومتر. بحطه فين؟ بحطه تحت الطنق،
بحطه تحت اللسان، ما بحطوش سابلينجوال اكيد لا، خلاص، ولا بحطه في الميوكس بقى والحاجات، لا خالص، بحطه تحت اللسان يا شباب، تمام، في الاريا دي. طيب عندنا ايه تاني؟ لما اجي اقيس الريكتال تمبريتشر، برضو سؤال حلو. فالمفروض ان انا بدخل الترمومتر ديب، بشكل ديب جوه الريكتم، حوالي كام انش او كام سنتيمتر. حلو، تعالى اديك المعلومه الاول. الانش يا دكتور بيساوي 2.5 سنتي. الانش بيساوي ايه؟ 2.5 سنتيمتر. حلو، يبقى 1.5 انش ولا 1.5 سنتي؟ هي المفروض 1.5، بس هي كانت بوحدة السنتيمتر، فالصح 1.5 ايه سنتيمتر. عايز يخليها لك بالانش بقى، يبقى انت تشوف، فانت تركز قوي، هي انش ولا سنتيمتر؟ لا، هي المفروض 1.5 سنتيمتر، نحسبها بقى. يبقى الانش كوحدة بيساوي كام سنتيمتر؟ بيساوي 2.5 سنتيمتر. حلو للغاية، جاي في الامتحان سؤال 19 وهتفتكروني. طيب بعد كده الموست ابريد بوزيشن، انا عشان احط البيشنت عشان اقيس له ريكتال تمبريتشر احطه ايه؟ على اللاترال، عشان المنطقه تبقى ايه اكسبوجر كده ومتعرضه ليه واعرف ادخل براحتي على اللاترال. سؤال جميل، اكتب لي كده ده كده جاي يا شباب في الامتحان، حلو قوي. برضو عندنا بيقولك لما الانفانت بيكون على السايد لاينج بوزيشن، هو نايم كده على جنبه، لما ادخل عند الابط الالكترونيك اكسيلاري، يعني كده هقيس اكسيلاري عند الاكسيلا، اي نوع تمبريتشر would the lower axilla record. بصوا عشان افهمكم الحته دي تاني، انا دلوقتي الطفل نايم دلوقتي المفروض على سايد لاينج بوزيشن، انا عايز ادخل باستخدام الكترونيك اكسيلاري تمبريتشر، عايز اقيس درجه الحراره من تحت الابط، اي نوع من التمبريتشر هنا the lower axilla record هيقيس اللور تمبريتشر، خلاص مش هاي تمبريتشر، هيقيسها لي لور، هيبقى درجه الحراره هنا هتبقى قليله. نركز، خلي بالك ادق درجه الحراره تطلع لك من الاورال، لكن لو انا عايزه الاكسيلر او الاكسيلري بزود نص، الريكتال بقلل نص، وهكذا بقى، بقلل نص عن ايه عن الاورال، بزود نص عن ايه عن الاورال، فعشان كده اللي بتطلع لك مظبوط وبتاخدها زي ما هي الاورال، تمام كده. طب النورمال رينج للتمبريتشر، النورمال رينج لدرجه الحراره يا شباب من 36.2 ل 37.5، عشان تركز برضو، ده سؤال حلو، تبقى حافظ الوحده، تبقى حافظ النورمال رينج كام بالسيليزيوس، خلي بالك بالله عليك قوي، ممكن يجيبها لك بالفahrenheit، لا تمام. طب انا بقيس الانسترومنت اللي بستخدمها عشان اميجر التمبريتشر ايه؟ الكترونيك طبعا، مش هستخدم سيلسكوب. بيقول لك كل مما سبق، خلي بالك بقى من الحته دي، ممكن يقول لك none of the above و all of the above بتحيركم، انا عارفه، لا ما احترش خالص ولا اتلخبط خالص، انا همشي مع السؤال واحده، والله دي صح ولا دي غلط، حاول تستبعد. يعني انا لو جيت هنا هقيس درجه الحراره بالسيلسكوب، دي السماعه دي بستخدمها في الضغط، طب بالسيجنيفان مينوميتر برضو لا، فهي الالكترونيك بقيس بالالكترونيك ترمومتر عادي جدا، خلاص. بيقول لك اي من الاتي بتكون قراءه درجه الحراره صح، ده انت لو حافظ الوحده هتجيبها على طول، خلي بالك بس. هو بيقول لك هو اورال، المفروض الاكسيلاري. حلو، السؤال ده ذكي جدا، السؤال ده بيلعب عليك بقى حساب، تحسب كويس مع حفظ المعلومه، وان انت عارف النورمال رينج كام، النورمال رينج الاكسيلاري انا بزود على الاورال ولا بقلل، وكم بالفahrenheit، هي 1 ديجري فahrenheit بتبقى هاير ذان الاورال، ولا هي 1 ديجري لور ذان الاورال؟ دي الصح، اكسيلاري تبقى اقل درجه بالفahrenheit مش بالسيليزيوس عن الاورال، خلاص. حلو قوي. البلاد بريشر، ضغط الدم، لا ضغط الدم ده مش معانا، اعتقد ان هتكون معظم درجه الحراره خلصت اهو. بالتمبانك تمبريتشر، طيب لو هقيس بقى هنا ايه تمبانك عنده دلوقتي الميل بيشنت او البيشنت هنا ميل اهو، مش في ميل، عنده 20 سنه، في اي من الاتي هيدينا ريزولت او نتيجه in the least accurate reading. خلي بالك accurate reading، انا عايزه القراءه بتاعتي تكون مظبوطه على الاقل. بيقول لك اول حاجه البلاستيك بروب كفرز التيب بتاع الترمومتر، اكيد لا. طب البيشنت has been outdoor for more than 30 minutes، انا عايزه اوصل للليست accurate reading، اقل حاجه المفروض ان هو يكون كان بره لحد كام، لحد على الاقل اكتر من نص ساعه. فعشان كده برضو السؤال ده هو السؤال ده رخم وسيتويشن رخم،
بس هو لو عايز يصعب بقى. تمام. عندنا ايه تاني؟ بس في هنا حاجات تاني لدرجة الحرارة ولا كده خلاص؟ طبعا بقولك اهو لسه بقولك افضل درجة حرارة تقيسها وتطلع معاك الاكيوريت ميثود هي الاورال دي. انا قلتها لك من غير حتى ما اعرف السؤال موجود ولا لا، وسؤال حلو بامانة يعني. عندنا برضو بس كل ده للبلز والنورمال ريسبيريشن. بقى ده حلو قوي، بس ده عشان انقل السؤال ده جاي في الامتحان 39. حلو يا شباب. والبايركسيا حلو قوي، والهايبوثيرميا حلو. الثلاثه دول مهمين جدا. ترانسفير لدرجه الحراره من وان اوبجكت لانذر تاني باي دايركت تحط تحت علامه خط كده دايركت، يبقى ده الكوندكشن. انت لازم تعرف الايفابوريشن ايه تعريفه، الكونفكشن ايه، وانا شرحهم في الفيديوز اللي بعتها. السؤال ده جاي في الامتحان. الكوندكشن الحمل جاي في الامتحان. حلو قوي. البايركسيا ده معناها ابنورمال هاي تمبريتشر، اكيد مش كولدنس ده كده بارد، ولا شيفرنج رعشه، ولا تشيلس، ولكن شوف التشيلس برضه رعشه، ولكن هي زياده درجه الحراره بشكل ابنورمال. الهايبرثيرميا ده هتقيس بالفahrenheit مش سيليزيوس. خلاص. ايه تاني؟ انا عمال اعديكم على كل الاسئله اهو، هتدعولي بكره وانتوا بتحلوا. الكور بادي تمبريتشر درجه الحراره الاساسيه اللي هي الكور بقى مش سيرفيس، دي بتكون هايست عاليه امتى؟ احنا قلناها اصلا فوق من 8 لحد الميد نايت. تمام. النورمال الادلت بتكون كام؟ 37 سيليزيوس. واورال عشان هو جايبها لك 37 سيليزيوس برضو، بس سيليزيوس مش فahrenheit، بس جايبها لك اكسيلاري. لا في فرق، هي 37 في الاورال. تمام قوي اهو. شوف غيرها لك هنا الافريج حد كبير ادلت اكبر من 70 سنه، فالمفروض ان هو بالسيليزيوس اورالي هو اللي حدد لك اهو، فتختارها 36 لان 37 هنا عاليه. ده ما قلتش ليه يا دكتور؟ لان هو قال لك اكبر من 70 سنه، ما هو السن هيفرق معايا. الشيفرنج دي رعشه بتجي طبعا، شيفرنج ده اعراض للمين؟ اعراض للفيفر، الشيفرنج والتشيلس وهكذا. حلو بامانه السؤال ده. 51 جاي في الامتحان، 51 مهم جدا. 52 حلو. تمام. بيقول لك ايه بقى في 51؟ الشخص اللي هاز نورمال بادي درجه حرارته طبيعيه ده هسميه افبرايل، لان اصلا لو انا حشت الاي بتنفي صح، عشان متفقين الاي والان نفي، الاي والان ايه؟ نفي. حش الايه هتبقى فبرايل، كده معناها ان الشخص ده عنده حمى. فبرايل دي بتساوي فيفر، بتساوي بايركسيا، بتساوي وهكذا. لكن فبرايل معناها ان هو عنده نورمال بادي تمبريتشر. فبرايل حوش الاي كده انت بقيت شخص ابنورمال بادي تمبريتشر، شخص درجه حرارته فيفر، شخص درجه حرارته عاليه. خلاص. طب بيقول لك ايه من قال doesn't contribute، مش بيساهم في التاكيكارديا. هو ده مش خاص بدرجه الحراره، ده خاص بقى بالنبض والكلام ده كله، تاكيكارديا براديكارديا. مش هدخلكم في الجزء ده بما انكم مش عليكم. هنا اللي بقيس بيه من الاير، بقيس درجه الحراره من الاير تمبانيك معروفه. طب بقيسها من الريكتم ريكتال معروفه برضو. من الاكزيلا اللي هو تحت الارم اندر الارم اكزيلاري. حلو برضو، هيجيلكم سؤال من الاسئله دي، حلوين قوي. طبعا بقيس من تيكن من اندر الماوس، ده الاورال برضو حلو. عندنا ايه تاني؟ لا البي دي اف بتاع الاسئله ده جايلكم في الامتحان يا شباب. طبعا عندنا اعتقد كده خلاص خلصنا. اتمنى ما اكونش طولت عليكم، بس الفيديو ده مهم للغايه يعني يا شباب. بصوا انا وفرت عليكم شرح اسئله، حلينا، راجعنا، علمت لكم على الاسئله اللي جايه، قلت لك دي جايه، حتى وانا براجع معاك الاسئله في اسئله انا بسيبها يعني لو بشرحها لك وتمام، بس ما قلتلكش ان دي جايه. ركز لي قوي على اللي قلت لك جاي. توقعاتي ما بتنزلش الارض الحمد لله بفضل الله يعني بقالنا كتير شغالين، فاسالوا اللي قبلكم كمان. بالتوفيق، ربنا معاكم. اي حد عنده اي حاجه محتاج اي حاجه مش فاهمها هشرحها لكم تاني في فويس او ريكورد على الجروب ونبعته. طيب اي حد محتاج اي حاجه تاني المره كام كده بقول انا معاكم، والسلام عليكم ورحمه الله.